البيص الأبيض صنعوه بالرخام الجزائري. ليس رخاما مستوردا، بل هو جزائري وذو جودة جد عالية، حيث تشتهر عدة ولايات مثل جيجل بمقالع رخام فيها أنواع مميزة على غرار الرخام الأبيض. أحسن رخام في العالم الرخام الأبيض لولاية سيكدا. المحلية تنافس المنتوجات الأجنبية. تمراس عندها أنواع الرخام والجرانيت، هذه اللي مستشفينها. ما يخفى لكمش المؤسسة تسعى أيضا إلى توفير يعني منتجاتها في مختلف ولايات الوطن، ما نبقاوش غير في جيجل لما لا. يتميز الرخام الأبيض بجودته العالية وسعره المناسب، ما جعله يكسب ثقة الزبائن داخليا ويتجه لورود الأسواق العالمية بعد تغطية الحاجية المحلية. المؤسسة اليوم تسعى إلى إرضاء زبائنها من خلال توفير أجود أنواع الرخام المتواجدة على السوق، وخاصة نبازيو على الأسعار تاعها اللي تكون يعني في متناول الجميع. الأسعار هنا معقولة مقارنة بأسعار يعني المنتوج الأجنبي المستورد. المنتوج هو متوفر في مختلف أسواق الوطن خاصة المحلي، وهذه حاجة مليحة لنا. احنا كان عندنا يعني هنا مشكل في ندرة المنتوج خاصة المستورد. يبقى تصدير الرخام كمنتوج محلي هو ما تراهن عليه السلطات في بلوغه بعد تحقيق الاكتفاء الوطني، خاصة وأن المادة الأولية متوفرة وجب استغلالها.